بيبدأ فيلمنا بشاب اسمه ستيف اللي بيكون قاعد بيرسم في الكراسة بتاعته وهو قاعد قدام النهر، وبنشوف والدته انا اللي بتناديه عشان ينزل ويساعدها في تطليع شنطهم، اللي بتقول له كالعادة ان هم هيعيشوا بيت جديد وان دي هتكون بداية جديدة. بس ستيف بيضحك وبيتريق على كلامها لان دي خامس مرة ينقلوا بيت جديد وخامس مرة يسمع الكلام ده. وبنشوفه وهو بيفتح العلبة اللي بيكون فيها حاجته، وبعدها بيبص على والده اللي بنعرف انه دلوقتي متوفي، وبعدها بيبص على النجفة اللي في السقف اللي بنعرف ان باباه هو اللي عملها له. بس لما بيكون التلفزيون شغال بتلاحظ مامته ان التلفزيون بيقطع، وبتفهم هنا ان في مشكله في الكهرباء بتاعه البيت، وبتروح بعدها عشان تنام. بس ستيف بيلاحظ ان في حاجه بتحصل في ايده اللي كانت بتاثر على الكهرباء. وتاني يوم ستيف بيركب العجله بتاعته عشان يروح المدرسه، بس وهو في طريقه بيلاحظ البوابات بتاعه الشركه اللي بنعرف ان باباه كان شغال فيها. بس لما حد بيتصل وستيف بيحاول يرد، في طاقه بتخرج من ايده اللي بتعطل التليفون وبتخليه ما يشتغلش. وستيف بعدها بيكمل طريقه وهو راكب العجله بتاعته، وكان هيخبط في عربيه، بس لحسن حظه قدر يفادي العربيه، بس للاسف وقع على الارض. وصاحبه العربيه بنت بتكون اسمها فريا، واللي بنعرف ان هي معاه في المدرسه. وبنشوف فريا وهي بتطمن عليه وبتطلب منه ان هم يتقابلوا بعد المدرسه عشان تعرض عليه بعدها ان هي هتوصله معاها للمدرسه لان العجله بتاعته اتكسر بسبب الحادثه. وستيف بيروح بعدها للبيت وبيقابل صاحب باباه براين اللي كان بيتعشى معاهم، وبنعرف ان براين هو الشخص اللي طلب من انا تنقل بيتها، بخلاف انه تحمل تكاليف النقل كلها، بجانب ان هو اللي اختار المكان كمان. وبنعرف ان براين كان مع والد ستيف في اللحظه اللي توفى فيها، بس ستيف كان متضايق من براين لان كان مقتنع ان هو السبب في وفاه والده، وده بخلاف انه قال له ان هو حاول ينقذ والده. بس بنعرف ان والده توفى في الشركه في حادثه غريبه. وبنروح في فلاش باك عشان نشوف الحادثه اللي موظفين بيشوفوا نور كان بيطلع من حمام السباحه، وبيروح الموظفين عشان يشوفوا فيه ايه، بس لما بيقربوا من الميه بيلاقوا الميه فجاه بتنفجر وبيسمعوا صوت زن غريب. وبعدها بلحظات الميه اخدت شكل غريب وفضلت متعلقه في الجو عشان العمال يبلغوا الامن بتاع المكان، اللي قالوا ان الضغط في الغرفه عالي جدا. وبيشوفوا بعدها جسم غريب بيظهر على الشاشه، فبيتعقبوا الجسم ده عشان يقدروا يحددوا موقعه، بس بيطير وبيخرج بره المصنع. وبنرجع لستيف اللي كان بيعمل سيرش عن الحادثه بتاعه المصنع اللي باباه توفى فيها، اللي لقى احتمالات كتير وكانت كلها افتراضات مش اكتر، وفي النهايه ما بيوصلش لاي تفسير منطقي. وده طبعا ضايقه بسبب انه ما كانش قادر يوصل لسبب او تفسير يقتنع بيه، عشان بعدها بلحظات يلاقي الكمبيوتر بيفصل زي الموبايل بالظبط، وبيتضايق من اللي بيحصل لانه ما كانش فاهم حاجه وقتها. بس بعدها بلحظات بيشوف نور بيخرج من ايده، بس المره دي بيقدر ستيف يسيطر على الطاقه دي. وبيروح تاني يوم بعدها للغابه عشان يجرب قوته على اي جهاز كهربائي، وبيتفاجئ وقتها لما بيعرف ان عنده قوه خارقه. وبعدها بيروح على المدرسه وكان قاعد لوحده، وبتقطعه فريا عشان تقول له ان هي عايزه تخرج معاه في ديت. ولما بيرجع ستيف للبيت اول حاجه بيحاول يعملها انه يسال مامته عن والده وطريقه وفاته، وبعدها بثواني بيقول لها ان هو متضايق لان الاشخاص اللي في المدينه يعرفوا معلومات كتيره عن والده اكتر منه هو شخصيا، عشان يرجع ويقول لها انه حتى ما يعرفش والده توفى ازاي او سبب وفاته حتى. وانا بتقول له ان هي عايزه تقول له كل حاجه وهو محتاج يعرفها، بس قالت له ان الموضوع ممكن يكون معقد شويتين، بخلاف ان هي حتى نفسها مش قادره تفهم او مستوعبه القصه. بس بعدها بيظهر الكائن الغريب اللي شفناه قبل كده في المصنع، بس ستيف مش بياخد باله منه. وبيروح بعدها على الكافيه عشان يقابل فريا اللي قعدوا يتكلموا في حاجات عشوائيه في البدايه زي اي ديت، لحد ما فريا بتديله موبايل عشان يسيف رقم، بس اول ما بيمسك الموبايل بيفصل. وفي نفس الوقت ستيف بيحس بصداع شديد واللي بيكون غير كل مره بسبب ان في حاجه نشاط طاقه اللي عنده واللي بتكون قريبه منه. وبيروح بعدها على حمام وكان متوتر ومش فاهم ايه اللي بيحصل، وبيجري بعدها وبيروح على الغابه لانه ما كانش عارف ايه اللي بيحصل له. اللي بعدها بلحظات بيبدا يصرخ من الوجع اللي كان حاسه، بس فجاه بتخرج طاقه من جسمه وبتطلع في السماء، وبيغمى عليه عشان يصحى تاني يوم في السرير، اللي بيلاقي اثار حروق على ملايه السرير، وبيلاقي جروح وحروق على جسمه. ما كانش عارف ده حصل ازاي او حتى وصل البيت ازاي. بس فجاه بيشوف كائن بيطير في المرايه، ومن قبل ما يتكلم قال له ان هو اسمه برو 7 اللي بدا يشرح له قوته وازاي يقدر يسيطر عليها. وبيرجع بعدها يقول له ان هو هنا عشان يحميه. ومامته بتسمع صوت زن شبه صوت الراديو طالع من اوضه ستيف، عشان ستيف يخبي برو 7 لانه ما كانش عايز مامته تشوفه. وبعدها بحبه برو 7 بيقول لستيف انه يقدر يساعده ويعلمه ازاي يسيطر على قوته. وبعدها بيروح على الغابه عشان يدربه هناك، وبداوا يتكلموا عن القوه الخارقه اللي كانت عند ستيف وازاي يقدر يسيطر عليها. وبعدها بلحظات بيشوفوا عربيه سودا جايه ناحيتهم اللي بيطلع منها ناس وبيبان ان هم عايزين يهاجموه، وده خلى ستيف يهرب. بس في الوقت اللي كان بيهرب فيه برو 7 كان بيقول له انه يرجع ويواجههم، اللي قال له ان مهما كان عددهم فستيف هيقدر يخدعهم بقوته. بس ستيف بيخاف وبيهرب. وبعدها بحبه بيرجع ستيف للمدرسه وبيحط برو 7 في شنطته عشان ما حدش يشوفه. بس برو 7 كان بيطلع اصوات غريبه واصوات زن، وده خلى زمايله في المدرسه يستغربوا من الاصوات اللي بتخرج من شنطه ستيف. وبعد المدرسه بيروحوا هما الاثنين لمبنى قديم ومهجور، وبيشرح له برو 7 تفاصيل القوه اللي عنده وازاي يقدر يستعملها، وبيرجع ياكد عليه ان قوته لو قدر يسيطر عليها تخليه يقدر يبيد جيش كامل في لحظات. وبيحاول ستيف يسيطر على قوته ويستعملها لانه كان قلقان من كل الكلام اللي اتقال له مره واحده. بس برو 7 بيقول له انه يقدر يستعمل قوته في انه يدافع عن نفسه وانه مش هيحتاج يهرب من حد تاني. وبنشوفه وهو بيدربه وبيعلمه ازاي يخضع قوته ويسيطر عليها. اللي رجع قال له انه هيكون جنبه وهيساعده حتى لو هيستعملها في الجريمه. وبعدها بحبه قال له انه هيقدر يتخطى حدود جسمه ويقدر يعمل اي حاجه. وبعدها
ثواني قال له انه كمان يقدر يتحدوا مع بعض ويندمج معاه، عشان فجأة ستيف يلاقي نفسه لابس بدلة وبيحس ستيف وقتها انه قوته اتضاعفت وانه يقدر يسيطر على العالم كله لو حب، اللي ما كانش فاهم سببها اللي ما طولتش الوقت طويل. وبيرجع بعدها وبنعرف ان ستيف عايز يقابل براين اللي كان عايز يقول له عن اللي بيحصل ويحكي له كل التفاصيل، بس وهو في طريقه ومروح بيقابل فريا اللي كانت راكبه عربيته وكانوا بيتكلموا مع بعض، بس فجاه بيلاقي العربيه السوداء تاني اللي كان فيها ناس بتطارده، وفريا ما كانتش مستوعبه او فاهمه هو بيعمل ايه او سبب تصرفاته. وبيروح بعدها لما ممر ضيق في الشارع عشان يقول لبرو 7 ان هم لازم يبعدوا عن بعض مؤقتا لانه ما كانش فاهم هم بيطاردوا مين. بس لما ستيف بيخرج بره الممر بيلاقي فريا قدامه بس مش بيقول لها اي حاجه عن اللي بيحصل، وبنعرف ان هي كانت ماشيه وراه، واللي بعدها طلب منها ان هي توديها على المصنع المهجور اللي والده كان شغال فيه. بس وهم في طريقهم كانوا بيتكلموا مع بعض وستيف بيحكي لها عن معاناته وحياته وانه خسر باباه وهو طفل وانه مش قادر يتخطى كل ده، وبيروحوا على مبنى عشان يلاقوا المبنى متجدد وبراين بيرحب بيهم هناك، وبنعرف ان براين اشتراه وجدده والمبنى ده دلوقتي بقى مملوك ليه. بس ستيف مركزش في كل ده ورجع وطلب من براين انه يقول له على اللي حصل لباباه وسبب وفاته، بس براين مرضيش يقول له اي حاجه. وبعدها بلحظات ستيف بيحس بصداع تاني بس المره دي كان اكبر من اي مره، وحس ان طاقته هتخرج عن السيطره اللي حس انه هيدمر المكان كله، وبيخرج بره المبنى بسرعه لانه ما كانش عارف ايه اللي بيحصل ونسي ان فريا معاه سبع في المبنى هناك. وفريا استغربت من تصرفاته الغريبه وبنعرف ان هي اتضايقت منه المره دي، بس لما بيخرج فجاه بيلاقي السما ضلمت وكان في رعد في السما، وبخلاف انه ستيف كان عارف ان هو سبب في ده وان ده بسبب قوته، عشان ستيف يستخبى وبيحاول يهدي نفسه قبل ما الموضوع ما يكبر. بس في نفس الوقت بيلاقي ستيف واحده بتصرخ وكانت خايفه بسبب الرعد وايه اللي بيحصل الا عربيتها عطلت ووقفت، وستيف بيروح ناحيتها وكان بيحاول يساعدها بس وقتها ما كانش عارف يساعدها ازاي. بيلمس العربيه اللي اشتغلت فجاه وبنعرف ان ده بسبب قوته، وبيروح بعدها عشان يستخبى باركنج العربيات، بس فجاه بيلاقي العربيات كلها اللي بالمبنى بتطير في الهواء وبتلف حواليه اللي كان مزنوق بين الدوامه بتاعه العربيات. وفجاه بيلاقي في كائن بيتشكل من الدوامه دي، وبنعرف ان الكائن ده من مجره تانية ومش من عالم البشر، بخلاف ان حجمه كان كبير وستيف ما كانش هيقدر يحاربه لوحده، اللي ادرك ان هو هيموت في اللحظه دي. وبنعرف ان الكائن ده هو اللي قتل والد ستيف عشان يمتص طاقته، وانه دلوقتي عايز يمتص طاقه ستيف عشان يبقى اقوى. بس في اللحظه دي برو 7 بيظهر وبيندمج مع ستيف وقال له ما يحاولش يعمل اي حاجه ويسيبه يسيطر على جسمه، اللي قال له انه يحارب الكائن ده بالنيابه عنه، ورجع قال له انه مستحيل يسيب اي حاجه وحشه تحصل له عشان بعدها يشتبك مع الكائن ده اللي قدروا يخدعوه في الاخر ويقضوا عليه. بس لما الكائن ده بينهار وبيقع على الارض وبيرجع لشكله الحقيقي بيفهم ستيف انه نسخه من برو 7 وانه من نفس النسل بتاعه، وبرو 7 كان بيحاول يشرح له كل اللي بيحصل وان الكائن ده عباره عن طاقه ملونه اتشكلت في المجره بتاعتهم، اللي قال له انه كان بيحاربه مع والده، وبنعرف ان والده كان الوعاء بتاع برو 7. بس ستيف ما بيصدقوش وبيستعمل قوته عشان يبعد عنه وبيمشي، وبعدها بيروح لبيت فريا اللي ما ردتش عليه وقلق عليها جدا، وكان بيحاول يتصل بيها وكان لابس جوانتي عازل في ايده عشان الموبايل ما يبص بسبب قوته، وبيسوق العربيه اللي اخدها من عند بيت فريا اللي بنعرف ان هي كانت سايبه له مفاتيح، وبيرجع يتصل ببراين اللي قال له ان في ناس مسلحه بتطارده بخلاف الكائنات اللي كانت بتهاجمه وبتحاول تقتله، اللي قال له انه مش مهتم كتير بسلامه والدته. بس براين قال له ان الاشخاص المسلحين دول عصابه اللي احتجزته واحتجزت مامته في المبنى اللي والده توفى فيه، وبيروح ستيف على هناك اللي جات له ذكريات تانية عن يوم وفاه والده لمده لحظات، وبنعرف ان المبنى اتهاجم وقتها من الفضائيين بخلاف ان والد ستيف كان عنده قوه خارقه زي ستيف بالظبط. وبيعرف كمان ان براين كان مخترع جهاز اللي المفروض كان هيساعدهم في حربهم ضد الفضائيين اللي المفروض كان هيعزز قوه والد ستيف، بس بيكتشف ان الجهاز ده براين عامله عشان يمتص طاقته وانه ما كانش في صفه من البدايه وانه كان في صف الفضائيين عشان براين يمتص طاقه والد ستيف منه اللي خلاه يموت في النهايه. وبنعرف ان براين هو اللي قتل والد ستيف، وبكده ستيف بيعرف ان براين هو المسؤول عن موت والده وانه عايز يمتص طاقته منه هو كمان واستدرجه في المكان ده عشان يعمل معاه كده. بس فجاه بيلاقي براين اللي اتحد مع الكائن الفضائي اللي كان بيطارده وقت العاصفه اللي بدا يشتبك مع ستيف اللي كان اقوى منه بكتير، وبنعرف انه قدر يحتجز برو 7 وبيقدر يرفعه بايد واحده على الحيطه في الوقت اللي كان ستيف بيحاول يستعمل قوته ضده، وبيرميه على الارض عشان ستيف يروح ويدخل الجهاز اللي كان محجوز فيه برو 7 اللي قدر يندمج معاه بشكل كامل. بس المره دي كان ستيف هو اللي مسيطر لانه كان عايز ينتقم بنفسه لباباه، وده خلاه يقدر يحرر قوته كلها ويسيطر عليها بشكل كامل ويبدا يشتبك مع براين. وفي نفس الوقت الناس المسلحين اللي كانوا بيطاردوا ستيف بييجوا بيهاجموا براين، وبنعرف ان هم هنا عشان يدعموه، وبنعرف برضو ان دول كانوا مساعدين بتوع باباه وان مامة ستيف هي اللي طلبت منهم ان هم يحموه. وفي نفس الوقت بنشوف ستيف وهو مشتبك مع براين اللي قدر يتفوق عليه وكان اقوى منه، وبنعرف برضو ان الانتقام كان مسيطر عليه بسبب موت باباه، وستيف بيغمى عليه عشان يصحى ويلاقي نفسه مجهد ومش قادر يتحرك بسبب انه خرج قوه كبيره مره واحده. وانا كانت فرحانه ان هي شافت ابنها وبرو 7 لسه عايشين، وبنعرف ان والد ستيف كان
كائن فضائي برضه، بخلاف انه كان من مجرة تانية اصلا بس كان في شكل بشري. وبتشرح لستيف بعدها كل حاجة حصلت وسبب وفاة والده الحقيقي، ورجعت وقالت له ان الفضائيين كانوا عايزين يقتلوا باباه بسبب ان هم عرفوا ان هو على كوكب الارض، وانه ما كانش قادر يخوض حروب تانية بسبب خوفه على ستيف، اللي قالت له ان ده السبب ان هم كانوا بيتنقلوا من مكان لمكان بسبب الفضائيين. وستيف بيتصدم من كل ده عشان اول ما يشغل النجفة اللي باباه كان عاملها له، اللي كان دايما حاططها له في اوضته، بيكتشف انها مش مجرد نجفة عادية او ديكور، وبيعرف ان هي خريطة العالم اللي باباه كان عايش فيه قبل ما يجي على كوكب الارض. وبعدها بحبة ستيف بيروح لفريا عشان يعتذر لها على انه مشي وسابها في المعمل، وقال لها انه ما شافش اي استقرار او راحة في حياته، وانه دايما متعود يتنقل من بيت لتاني، وعود نفسه انه ما يتعلقش بحد لان في النهاية هيسيبه ويمشي. وبيشكرها على ان هي اللي غيرت كل ده وان هي كانت جنبه طول الوقت، عشان يديها صورة كان راسمها ليها في أول مرة تقابلوا فيها، اللي قال لها إنه عايز يكمل بقية حياته معاها. وستيف بيمشي بعدها وبيروح وبيتحد مع برو 7، وبنشوفهم هما بيطيروا بحرية فوق المكان اللي والده اتقتل فيه بعد ما ستيف انتقم لباباه وأخد حقه. بس وبيخلص الفيلم على كده. وما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان تشوف كل جديد.